اليوم جينواز او الكيك الاسفنجي. اول مره نجربه النتيجه عجبتني. نحتاجو 4 البيضات، 120 غرام ديال السكر، 120 غرام ديال الدقيق ورشه ملح وفانيلا. كنديرو البيضات والسكر في لو كيف ديالي وكنبدا نضرب بالخلاط الكهربائي. من بعد كنزيد الملح والفانيلا، كنخليه كيتضاعف الحجم ديالو، كيتغير اللون كذلك، تيولي ابيض مايل للبياض كيف ما كتشوفوا. خاصنا نحصلوا على ان غيبون ولا كيدير واحد الخط. من بعد كنزيد الدقيق، كنديرو على 2 المرات. نخلط من الاسفل الى الاعلى باش ما نطيحش البيضه ديالي كيف ما كتشوفوا في الصوره. فوالا كنحصلوا على هذا القوام اللي كتشوفوا في الصوره. كنديروا في واحد لاطه مغلفه بورق الطهي، نحصلوا على واحد الخليط كريمي. من بعد كنسطحو بسباتول ديالي كيف ما كتشوفوا. هنا عندي واحد الفقاعات هادوك ديال الهواء، خاصين نديجاجيهم. كنفرش واحد المنديل لتحت وكنبقى نخبط اللاطه ديالي باش كنزول هذاك الفقاعات ديال الهواء حتى كنخرجهم كاملين تقريبا. كيف ما كتشوفوا كيصبح عندي السطح يعني متجانس. ولا كنديرها في الفران 10 دقائق ماكسيموم. هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. تسناوني فيديو جديد نشوفوا التطبيق ديال هذا الجينواز. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه.